الاسعار بتزيد والدخل بتاعك ثابت والناس كلها بتقول نعمل ايه وازاي نحل الازمه الاقتصاديه. ففيديو النهارده هقول لك على 3 حلول عمليه تبدا بيهم النهارده من غير اعذار لحل الازمه الاقتصاديه. جاهز تبدا من غير اعذار؟ يلا بينا. عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حبايبي واخواتي كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. اول خطوه وهو تنويع مصادر الدخل. لازم تنوع من مصادر الدخل بتاعتك. ليه يا علاء؟ ما تعتمدش على وظيفه واحده. طب انت قلت من شويه ليه؟ هقول لك ليه. عشان كل ما تنوع مصادر الدخل كل ما الدخل بتاعك هيزيد وكل ما تكتسب خبرات اكبر في المجال اللي انت شغال فيه. يبقى تنويع المصادر الدخل بيفيدك عقليا وكمان ماديا، يعني مش ماديا بس ولا عقليا بس، ده بيفيدك ماديا وعقليا. يبقى اهم حاجه ايه؟ نوع مصادر الدخل، حاول ما تعتمدش على وظيفه واحده. طب انت يا علاء لو معتمد على وظيفه واحده هتعمل ايه؟ انت مثلا الوظيفه الاولى بتاعتي بتجيب لي 10000 جنيه واشتغلت واحده ثانيه 10000 جنيه واشتغلت بجانبهم بالليل فريلانسر بتجيب لي مثلا قول 1000 جنيه، يبقى انت كده عملت 21000 جنيه بدل ما تعمل 10000 جنيه. نيجي بقى على الخطوه الثانيه وهي اداره المال بذكاء. لازم تدير فلوسك كويس، لازم تدير فلوسك كويس. طب هعمل ايه يا علاء؟ اول ما تقبض الفلوس بتاعتك حاول تعمل ميزانيه للشهر. طب انا ما بعرفش اعمل ميزانيه يا علاء. هتعمل ميزانيه من خلال الفيديو اللي هسيبه لكم في اول كومنت، وكمان اللي هعرض لكم الصوره المصغره بتاعته قبالكم اهيت. فاهم حاجه لازم 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 ايه هي؟ اداره المال بذكاء. هتديرها من خلال انك تعمل ميزانيه وانك تعمل ميزانيه انك هتاخد الفلوس بتاعتك تقسمها 50% 30% 20%. عايز تفهم بالتفصيل روح على الخطوه الثالثه وهي حاول تستثمر في حاجه قيمتها حافظه نفسها. يعني ايه حافظه نفسها؟ يعني بتزيد، يعني ما بتقلش، يعني هي ثابته يا بتزيد، ما بتقلش يا ثابت يا في زياده. انها تقل دي مستحيله ونادره. طب لو قلت عندنا حل ليها، عندنا حل ليها غير حاجات تانية، غير انك مثلا تجيب الفلوس بتاعتك تديها للبنك تقول له يا بنك قلل الفلوس بتاعتي، فانت كده بتدمر فلوسك. ده هو بياخدها يستثمرها في حاجه اللي هي الحاجه اللي حافظه نفسها. طب ايه دي يا علاء؟ احنا عايزين نعرفها، وهو الذهب. الذهب اكتر حاجه حافظه نفسها. طب تعالى كده نبص من 3 سنين في 2022 شهر 10 هتلاقي الذهب ب 1215. هعرض لكم الصوره بتاعته اهي. طب ابا 1215. طب يا علاء الدهب دلوقتي بكام؟ الدهب حاليا ب 5225 جنيه في شهر 10 2025. يعني عدى على الزياده بتاعته كام سنه؟ ايوه 3 سنين. عارف في الثلاث سنين دول زاد كام؟ زاد بالظبط 3000 جنيه. طب 3000 جنيه يا علاء قليل؟ لا مش قليل. طب انت لو خدت فلوسك دي ورحت بيها للبنك تقول له يا بنك خد الفلوس بتاعتي واديني 15 و20%، طب البنك انت في متخيلاتك كده بيستثمر فلوسك دي في ايه؟ هقول لك بيستثمر فلوسك في ايه؟ بيستثمر فلوسك يا معلم في الذهب اصلا. يعني هو بياخد منك الفلوس استثمرها في الذهب. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في المتابعه اونلاين، هتكون على الرقم اللي قدامك على الشاشه ده، وهتكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار ب 25 جنيه، يعني ببلاش حرفيا. برضه ما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشفها. سلام يا